السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي. في قناتنا بندور كل يوم على الجديد في عالم التطبيقات واللي بيوفر وقت ومجهود عليك. مش محتاج تتعب نفسك، كفاية تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك شرح الأحدث التطبيقات المحلية والعالمية لتغيير استخدامك لتليفونك. تطبيق النهاردة يا جماعة هو اسمه نتورك اي بي بورت سكانر. التطبيق ده يا جماعة عمليات التنزيل بتاعته هي 500,000 عملية تنزيل. سعة التخزين 16 ميجا بايت. المرجع بتاعه واخد 5/10 تقييم. البرنامج ده يا جماعة بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ان هو ماسح منافذ شبكة الاي بي اللي بتساعد المستخدمين على فحص الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي الخاصة بيهم أو أي شبكة تانية. بيقوم التطبيق ده بمسح الأجهزة المتصلة وبيبين أي منافذ مفتوحة على كل الجهاز. ده بيوفر معلومات حول الخدمة اللي بتعمل على كل جهاز. الميزة بتاعة البرنامج ده يا جماعة إنه بيساعدك في تحديد الأجهزة المتصلة بشبكتك. ده بيتيح ليك معرفة إن إذا كان في حد أو في جهاز غير مصرح بيه متصل. بيكشف المنافذ المفتوحة على كل جهاز، وده بيخليه يساعدك في تحديد الثغرات الأمنية المحتملة. بيوفر لك معلومات تفصيلية حول كل جهاز متصل زي مثلا عنوان الاي بي، اسم الجهاز، نوع النظام التشغيلي. كمان يقدر ان هو يستخدم من قبل محترف الشبكات لتخصيص المشاكل وإجراءات فحص أمنية للشبكة. العيوب بتاعته بقى يا جماعة إن التطبيق ده معقد بعض الشيء للمستخدم العادي. لأن يعني بيتطلب منك بعض المعرفة التقنية لفهم نتيجة المسح. في تحطيم في الشبكة. لو استخدمت التطبيق بشكل غير صحيح فده بيؤدي لتعطيل الشبكة أو بيسبب لك في مشاكل تانية. في بعض المناطق ممكن الفحص فيها يكون غير قانوني. عشان كده يا جماعة لازم نتأكد ان التطبيق ده تستخدمه بشكل قانوني في المكان اللي انت فيه. كمان هو ما بيعملش كشف على التطبيق ده على جميع الثغرات الأمنية الموجودة في الشبكة. آراء الناس ليه يا جماعة؟ ناس كتيرة جدا شكرت فيه. ناس كتيرة جدا قالت ان البرنامج ده مميز جدا، البرنامج ده حلو جدا تحت التجربة. ناس تانية قالت ان هو من افضل البرامج المعروفة. كتعليقات سلبية يا جماعة، أنا محدش علق ليه تعليق سلبي، بس اللي أنا عايزة أقوله لكم إن إحنا القناة بتاعتنا هي قناة المكان الوحيد للكلام عن التطبيقات بدون تحيز لأي تطبيق. كل واحد فينا هنا في القناة بيقول تجربته الحقيقية في التعليقات. هنثبت تعليقه عشان الكل يستفيد من تجربته، سواء كانت تجربة إيجابية أو تجربة سلبية. استنى تعليقكم عن البرنامج، استنى أشوف رأيكم فيه. لو حد استخدمه يقول لنا، لأن تعليقكم هيفيدنا وهيفيد غيرنا كتير. استنوني في تطبيق جديد. مع السلامة.